السلام عليكم. النهارده هعمل لكم احلى بسله بالجزر واللحمه وجنبها رز بالشعريه. وبصراحه البسله مسكره اليومين دول هي والجزر. ممكن تجيبيها وتخزنيها. عايزه تخزينها خش على الصفحه بتاعتي. وزي ما قلت لك احلى بسله. معايا نص كيلو بسله، بصلايه متوسطه متقطعه على الايد قطع صغيره، 3 معالق سمنه او زبده، كوبايه ونص شوربه على لحمه مسلوقه. اللحمه مسلوقه علشان احطها على طول على الصلصه. 3 كوبايات طماطم معصوره ومصفيه، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، ومعلقة سكر. وخدي بالك ان الشوربة باللحمة يعني فيها الملح والفلفل الاسود وفيها كل حاجتها، يعني خدي بالك من الملح، يعني يا دوبك بس هملح الصلصة معايا. حطيت السمنة أو الزبدة ونزلت بالبصلة يا دوبك بس هتاخد لون بسيط، ما تحمريهاش قوي. وبعد كده بنزل بالطماطم المعصورة والمصفية، وبعد كده الملح والفلفل الأسود ومعلقة السكر. وهسيبها تتسبك معايا، تتسبك تسبيكة حلوة زي ما انتوا شايفين. يا دوبك السمنة هتظهر على الوش وهتتقل معايا زي ما انتوا شايفين. هبتدي أحط البسلة الأول علشان تبتدي تطعم من الصلصة. هسيبها شوية تغلي معاها، تاخد وتدي يعني. وبعد كده ممكن أنزل بالشوربة، بس زي ما أنتم شايفين باسيبها البسلة تشرب من الصلصة، بتدّي طعم حلو أوي. واوعي حد يحط توم، لإنها بتغيّر الطعم تمامًا وتخلّي طعمها وِحِش. طبعًا نزلت بكوباية ونُص شوربة وعليهم اللحمة المسلوقة، يعني تحطي فيها السكينة تلاقيها بتخش على طول في اللحمة، يعني مستوية، يعني اللحمة معايا هنا مش مهرية. وهاسيبها تاخد وتدّي بشكل وِدّي زي ما أنتم شايفين، لغاية لمّا كلّه يتشرّب من بعضه. وزي ما أنتم شايفين هتطلع معاكم أحلى بسلة، وعلشان البسلة طازة مش هتاخد وقت خالص في السوا. ومعلقة السكر بتسكرها وتخليها حلوة. واوعوا تحطوا توم، بأكد عليكم تاني إياك تحطوا توم لأنها بتغير الطعم وتخليها وحشة جدا. أنا مش عارفة الناس اللي بيحطوا توم إزاي بيحطوه في البسلة، بتودي البسلة بصراحة في مكان تاني مش حلو. زي ما أنتِ شايفة هي البصلة والملح والفلفل الأسود معلقة السكر بس للبسلة، وبتطلع معاكِ أحلى بسلة. وما فيش حد في الدنيا ما بيحبش البسلة. مش عايزة تحطي جزر ما تحطيش، علشان في ناس مش بيحبوا الجزر، ممكن تكتفي بالبسلة بس. وزي ما أنتِ شايفة البسلة مع اللحمة مع الجزر كله تجانس مع بعضه، وبقى طعمه جوسي وحلو جدًا. وأحلى بسلة ممكن تاكليها في الشتا، الأكل الشتوي مع الرز بالشعرية. ولو عايزة الرز بالشعرية بطريقتي خشي على صفحتي هتلاقي طريقة الرز بالشعرية. لو تاخدي بالك أنا عاملة البسلة هنا بالطماطم بس، وما حطيتش صلصة اللي هي في البطرمانات خالص، باكتفي بس بال3 كوبايات طماطم اللي أنا عصراهم مصفياهم كويس جدًا، لإن الصلصة بصراحة باحس في أغلبية الوقت إن هي بتغيّر الطعم. زي ما أنتم شايفين البسلة والجزر واللحمة وكله متجانس مع بعضه وطعمه حلو جدًا. اعمليها على طريقتي بطريقة الزمن الجميل، واعملي لايك وفعلي الجرس واستنيني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.